المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام وده مش عدل. انهيار وصدمة عمرو أديب بعد فوز الأهلي على المصري، ويسخر من الزمالك وبيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على المصري بفضل تألق اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، ليواصل الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 16 انتصارا متتاليا، ويصل النقطة 69. وهذا الذي جن جنون الإعلامي عمرو أديب الزملكاوي وقال: إيه اللي بيحصل دوت يا جماعة؟ الأهلي عامل زي القطر عمال يدوس كل اللي بيقف في وشه. مش كده يا أهلي، ده أنت بقالك 16 مباراة على التوالي عمال تفوز. نفسي أشوفك بتخسر أو بتتعادل. كل أندية العالم بتتعادل أو بتخسر إلا الأهلي. الأهلي عامل زي الصاروخ اللي طلع الفضاء، مش راضي ينزل ابدا. الناس كلها كانت سايبه ماتش الزمالك وبيراميدز، ماتش ملوش اي لازمه طبعا. الزمالك كومبارس انسحب وكان خايف من الاهلي، وبيراميدز احنا عارفين الاهلي عمل في ايه في المباراتين اللي فاتوا. مفيش حد يقدر يقف قدام الاهلي، لا تقول للزمالك ولا بيراميدز ولا اي نادي تاني. الاهلي بصراحه يا جماعه فريق عالمي، انا بقول دوت وقلبي بيتقطع بصراحه من جوه. ما هو الزمالك جاب له الضغط والسكر وجاب له النقطه خلاص، وبعد فوز الاهلي على المصري يا جماعة اقول كده مبروك يا اهلاوية، مبروك عليكم الدوري خلاص. وبصراحة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي، انا بحسد الاهلي على المهاجم دوت يا جماعة. وسام ابو علي دوت براسه بيجيب، برجله بيجيب، بكعبه بيجيب، باي حتة في جسمه بيجيب اجوان. ده وصل للجون ال 12 بس في الدوري. انا ما شفتش الاهلي عنده مهاجم من زمان زي وسام ابو علي. ده احنا كنا نسينا حاجة اسمها مهاجم في النادي الاهلي. واللي بستغرب له الاهلي بيدور كمان على مهاجم افريقي عشان بقى يكسح الزمالك ويكسح انديه الدوري. ما احنا مكسحين خلقه يا اهلي، حرام عليك. ولا انت بتجهزه عشان ماتش السوبر الافريقي اللي بين الاهلي والزمالك؟ انا مش عارف الزمالك هيروح منك فين يا اهلي المره دي. الماتش في السعوديه، انا خايف يروحوا يسيبوا الماتش ويروحوا يعملوا عمره ويقول لك احنا تهنا في العمره عشان ما نلعبش الماتش. بصراحه انا بقيت اتكسف ان بقول اني زملكاوي بسبب اللي بيعملوا فينا النادي الاهلي. بقول للاهلي كده كفايه، حرام عليك، انت هتجيب لي سكتة قلبية قريب. وفي النهاية لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.